تخيل معايا ان المشكلة اللي انت فيها دلوقتي واللي حاسس انها ضغط عليك ومش شايف منها مخرج، هي نفسها سبب انك تتنقذ من حاجة اكبر بكتير. كم مرة عدت عليك مشكلة وقلت ليه يا رب، وبعد فترة اكتشفت انها كانت احسن حاجة حصلت لك. النهاردة هنتكلم عن فكرة مهمة جدا، ان مش كل مشكلة شر، واحيانا اللي بيكسر قلبك بيحميك. الجزء الأول، ليه المشاكل بتكون صعبة قوي؟ المشكلة وهي بتحصل بتكون تقيلة على القلب جدا، بنحس بالخوف، بالقلق، وبفقدان السيطرة. وده طبيعي، لأن الإنسان بطبعه بيحب الأمان، وأي حاجة تهز الاستقرار بتخليه يتوتر. لكن الحقيقة اللي مش بنشوفها وقتها إن إحنا بنحكم على الموقف من زاوية واحدة بس، هي زاوية الألم. مش بنشوف الصورة كاملة ولا الحكمة اللي ورا اللي بيحصل. الجزء التاني، الحكمة اللي بتظهر بعد ما الأزمة تعدي. بعد ما المشكلة تخلص بنرجع نبص ورا ونقول سبحان الله، لو ده ما كانش حصل كان زماني في وضع أسوأ. علاقة انتهت وأنقذتك من تعب أكبر، شغل خسرته وفتح لك باب أفضل، تأخير حصل وحماك من حاجة كانت هتأذيك. ساعتها بس بنفهم إن الموضوع ما كانش عقاب، كان ترتيب. الجزء الثالث، مثال واقعي بسيط. تخيل واحد كان نفسه جدا يسافر شغل معين، وكل حاجة كانت ماشية تمام، وفجأة السفر اتلغى. زعل واتضايق وحس ان الدنيا وقفت. بعد شهور اكتشف ان المكان ده حصل فيه مشاكل كبيرة، والناس اللي سافرت اتأذت جدا. وقتها قال الحمد لله ان الموضوع ما تمش. هو في وقتها ما كانش فاهم، لكن دلوقتي شايف الحكمة بوضوح. الجزء الرابع، ليه ربنا بيخلينا نعدي بده؟ الفكرة مش إنك تتعب، لكن إنك تتعلم وتتوجه للطريق الصح. أوقات ربنا بيبعدك عن حاجة أنت متمسك بيها جدا عشان فيها أذى ليك، وأوقات بيحطك في تجربة صعبة عشان يقويك أو يغيرك للأحسن. المشكلة مش دايما نهاية، ممكن تكون بداية جديدة. الجزء الخامس، إزاي نتعامل مع المشاكل. 1. اقبل الشعور، من حقك تزعل وتتضايق، ما تكتمش إحساسك. 2. ما تحكمش بسرعة، انت شايف جزء مش كل الصورة. 3. ثق ان في حكمة حتى لو مش فاهمها دلوقتي. 4. اسأل نفسك ايه اللي ممكن اتعلمه، كل موقف فيه درس. 5. اصبر، الوضوح بيجي بعد الوقت مش في اللحظة نفسها. الخاتمة، ممكن تكون المشكلة اللي انت فيها دلوقتي هي نفس السبب اللي هيحميك بعدين. يمكن ربنا بيبعد عنك حاجة عشان يديك حاجة أحسن. فلو انت في وقت صعب دلوقتي، افتكر انك لسه في نص القصة مش نهايتها. ويمكن بعد شوية تبص ورا وتقول الحمد لله انها حصلت،